البيت كان مليان زغاريد، والعروسة هناء كانت طايرة من الفرحة وهي لابسة فستانها، وعريسها إيهاب قاعد جنبها وبيمثل دور ابن الأصول اللي جايب شبكة بالشيء الفلاني، وكان دايما يقول لها: يا هناء، انتي غالية ومقامك دهب، والشبكة دي أقل حاجة تليق بيكي. إيهاب كان حريص جدا إنه يصور الشبكة لايف ويبعتها لأهله وصحابه عشان يتباهى بكرمه. هناء لبست الدبلة والشبكة وهي مأمنة وواثقة، وفضلوا يحتفلوا طول الليل. الصدمة بدأت تاني يوم الصبح لما هناء صحيت ولقت علامة خضرة غريبة حوالين صباعها مكان الدبلة، وجلدها بدأ يلتهب ويحمر بطريقة مش طبيعية. هناء شكت وأخدت الدبلة وراحت لصايغ قريب من بيتهم عشان تطمن، والصدوة كانت بشعة. الصايغ بصلها بأسى وقال لها: يا بنتي، الدبلة دي فالصو وعليها طبقة طلاء رخيصة جدا هي اللي عملت لك الحساسية دي، والشبكة كلها اكسسوار متسواش 100 جنيه. الدم نشف في عروق هناء والقلب اتكسر 100 حتة وهي بتكتشف إن ابن الأصول اللي كانت هتموت عليه دخل بيتها بخدعة رخيصة وباع أهله وأهلها الوهم عشان المنظرة الكدابة. مش بس كده، ده هناء اكتشفت إن إيهاب كان مؤجر علب الشبكة الفخمة دي عشان يصورها بس ويرجعها ويديها هي الفالصو تلبسه. هناء ما كانتش ساكتة، استنت لما إيهاب جه يزورها بالليل وهو عامل فيها العريس المحب، وطلعت الدبلة الفالصو ورمتها في كوباية المية قدامه وقالت بصوت مشروخ: الدهب اللي بيصدي من أول ليلة يا إيهاب، زي أصلك اللي بان على حقيقته من غير دهان، اللي يغش في ليلة العمر ما يصلش 10 العمر. هناء فسخت الخطوبة ولبسته الجرسة قدام عيلته اللي كانت بتتباهى بالشبكة الكدابة، وإيهاب وشه بقى زي الكفن لما عرف إن حساسية جلد بسيطة هي اللي فضحت سواد قلبه وكذبه. هناء عرفت إن اللمعة مش كل حاجة، والحرص واجب حتى وانتي بتلبسي دبلة الفرح. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي يبني حياته على كذب ومنظرة ربنا بيفضحه بأبسط تفصيلة، وكسرة القلب من الخداع في البداية أصعب بكتير من وجع النهاية.